فريق النصر السعودي النهارده فاز على فريق أبها في الدوري السعودي 8-0. يقود فريق أبها السعودي المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي. كابتن رضا عبد العال. ده اللي يدل ان احنا كنا بنقول ان هو فاضي، والنادي الاهلي اللي عامل له تاريخ، وكانت الناس تعرضنا ونقول له ان هو مستخبي في النادي الاهلي، والبطولات دي النادي الاهلي بياخدها عشان هو النادي الاهلي، مش عشان لا بيتسو موسيماني ولا عشان فلان الفلاني. واخد بالك؟ ف كلامنا بيتحقق اهو. 8-0 طبعا نتيجه كبيره، وده اللي يدل ان هو مدرب كان على باب الله. خلي بالك الاهلي والزمالك هم اللي بيعملوا، ومنتخب مصر هم اللي بيعملوا المدربين. ليه؟ لان احنا عندنا هنا مطبلاتيه حلوين. يبدا يقول لك ايه، بص روتيشن زي اللي موجود دلوقتي في النادي. بص مش عارف ايه، بص ده بيغير في الدقيقه 70 و80 وهو مش شايف. هو النادي الاهلي ونادي الزمالك دول او منتخب مصر لما بتلاقي فرقه فريسه سهله وعايز تكسبها بتعمل ايه؟ ممكن ابقى مقلق منها الشوط الاولاني، الشوط الثاني بلعب بكل قوتي عشان اكسب. فهو بيقعد بس كولر واخد بطولات مع الاهلي يا كابتن. برضه هنرجع تاني. يعني ما هو كان برضه موسيماني واخد بطولات، وخد 2 افريقيا، وخد مش عارف اللي الدوري، وخد السوبر، وخد مش هو ده اللي كانوا بيقولوه. فانت المنظومه جوه النادي الاهلي تخليك تاخد بطولات. ايوه المصحف اي حد ده بيبقى يا سعد ويا هنال اللي يمسك. ده كان تعليق كابتن رضا عبد العال على الهزيمة الكارثية لنادي أبها السعودي بقيادة موسيماني من النصر 8-0. كلنا شفنا المباراة وشفنا الهاتريك اللي جابه رونالدو. طبعا يا كابتن رضا انا عاوز اقول لك حاجة، انت ليك حق، ولكن ما نقدروش نقيمه مدرب لأبها مع مدرب مثلا النصر السعودي او الهلال السعودي او الاهلي السعودي. لا، المستويات بتفرق برضه. نادي أبها ده نقارنوه لما يكون بيلعب الرياض في السعودية، يكون بيلعب مثلا الاتفاق، دي نقدر نقارن. هنا في مصر مثلا نقدر نقارن مدرب الاهلي بمدرب الزمالك بمدرب بيراميدز، لان الامكانيات بتعتبر قريبة لبعض. لكن ما ينفعش مثلا نقارن مدرب الاهلي او الزمالك او بيراميدز بمدرب بلديه المحله مثلا. يعني مع احترام البلديه المحله، الامكانيات هنا غير هنا خالص. وموسيماني طب ما هو نجح في 2016 مع سان داونز وطلع الزمالك وخد بطوله افريقيا، وجي خد بطوله افريقيا مع الاهلي برضه. فما نقدروش يعني نقول على مدرب انه اي كلام او ما بيعرفش يدرب. حتى انت بتتكلم على كولر برضو بنفس المنطق. لا، المدرب مع الاهلي او الزمالك مثلا او مع الانديه الكبيره في اي دوله بيختلف. انه يكون ماسك فرقه صغيره، حتى مع المنتخبات لو ماسك منتخب كبير امكانياته بتختلف عما يكون ماسك منتخب صغير. هنا المقارنه بتبقى ظالمه. لازم عشان نقارنه مدرب نشوفوا امكانيات الفرقه اللي معاه. انما ابها في مين؟ انما النصر السعودي ده صارف مليارات السنه دي، ولكن الهزيمه كارثيه. الهزيمه فضيحه لابها والموسيماني فضيحه. الهزيمه دي هتنزل من اسهم موسيماني في التدريب، اكيد هتنزل من اسهم موسيماني في التدريب. لكن ما نقدروش نقولوا شوفوا بقى، ما انا كنت بقول وانا كنت بعيد وبقول ان كولر اي كلام مدرب الاهلي، وكنت بقول ان موسيماني اي كلام. لا، المنطق مش كده خالص. انت عشان تعقد مقارنه مثلا تشوف امكانيات النادي ده ايه وامكانيات النادي ده ايه. طبعا لما يدرب الاهلي غير خالص ما يدرب ابها مثلا في السعوديه، الموضوع بيختلف 180 درجه، دي غير دي نهائي. فيا كابتن رضا منطقك ده ما يتقص عليه، منطق صعب يعني اننا نقول بقى يبقى كل المدربين كده اي كلام. طب ما هو جوارديولا نادي مانشستر سيتي صارف مليارات المليارات، وغيره. لا، موسيماني مدرب كويس، مدرب محترم، مدرب ليه نجاحات مع سان داونز وبعد كده مع النادي الاهلي وعمل نتائج جيده جدا. اديني امكانيات لعيبه كمدرب مثلا وانا اديك شغل، انما ما تبقاش بدرب نادي زي ابها او غيره وتقول لي لا انت فين وانت ما عملتش. ما ينفعش يا كابتن رضا، ما ينفعش اللي حضرتك بتقوله ده، سواء عن كولر سواء عن موسيماني. مش عشان خسر مباراه وفضيحه ونتيجه كبيره نسن له السكاكين او نقوله ده ما بيعرفش يدرب. مع احترامي لك يا كابتن رضا، ده مش منطق في كرة القدم. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.